النشيد الوطني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله العلي الكبير العليم القدير الحكيم الخبير. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله كم أعطى من النعيم وكم منح من الخير العميم. الحمد لله عمت نعمه وتضاعف كرمه. الحمد لله مولي الجميل واهب العطاء الجزيل. حمداً حمداً على الإكرام وشكراً شكراً على الإنعام. الحمد كل الحمد للرحمن ذي الفضل والنعمة والإحسان. وصلى الله على رسوله محمد المخصوص بالمقام المحمود والحوض المورود. صلوا على الهادي البشير محمد تحظوا من الرحمن بالغفران. اللهم صل على نبينا محمد وعلى أصحابه الأطهار النجباء الأخيار وأهل بيته الأبرار الذين أذهب الله عنهم الرجس وخصهم بالتطهير، وعلى التابعين لهم بإحسان والمقتدين بهم في كل زمان. أما بعد، أهلاً وسهلاً بالضيوف الكرام. حياكم الله جميعاً ضيوفاً أعزاء على قبيلة الخواجية بمركز الشقيري في حفل تنصيب الشيخ محمد ابن أحمد حسين خواجي. هذا الحفل برعاية من وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية، وعلى شرف سعادة رئيس مركز الشقيري الأستاذ علي بن عبد الجبيلي. تحتفي قبيلة الخواجية بتنصيب الشيخ محمد بن أحمد حسين خواجي عريفة للقبيلة. فأهلا ومرحبا بكم أصحاب السعادة والفضيلة والمشايخ والأعيان.
الرحلة الميمونة لطائر السعد هي كلمة أهالي مركز الشقيري يقدمها نيابة عنهم الأستاذ علي بن محمد خواجي. الحمد لله القائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الهادي الأمين، عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سعادة رئيس مركز الشقيري الأستاذ علي بن عبد الجبيلي، أصحاب الفضيلة وأصحاب السعادة، ضيوفنا الأعزاء، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يطيب لي أصالة عن نفسي ونيابة عن أعيان وأبناء مركز الشقيري أن نرحب بضيوفنا الكرام في هذه الأمسية الطيبة المباركة التي تحتفي فيه قبيلتنا بتنصيب عريفتها الشيخ محمد بن أحمد حسين خواجي، شاكرين ومقدرين لكم حضوركم الزاهي ومقدمكم الميمون، فأهلا وسهلا بكم جميعا في القلوب وفي العيون. غرد الليل بألحان السرور، تتناغى فيه أسجاع الحبور، وارتمى في حضنه المقرور سعد قد حدا حبا أكاليل العطور. واكتسى من حسنكم وجها جميلا كصباح العيد في ثغر الزهور. وغدا الليل بكم شعرا زكيا قافه كالمسك أو خد العبير. ينثر الأفراح في كل مكان، باسما يختال كالورد النضير. فتداعت فيه أنسام وفاء، يقتفيها الود في صف مثير. مثقلات بأفانين ربيع، شيحه قد ماس في عمق العطور. وشذا القيصوم يلهو في سماه، ضاحكا كالودق من فوق الحرير. بين كفيه شآبيب سحاب، مشيها فيه ترانيم بشير. فلتطل يا أيها الليل، فإنا قد وجدناك نميرا في نمير. ولتكن يا أيها القلب سعيدا، دام أن السعد في هذا الحضور. أيها الأحبة، أستقي كلمتي هذه من رحلة الحب ولقاء الحب. لقاء الحب لقبيلتنا العريقة، ومقدم طائر السعد من كل مكان للمشاركة في احتفال تنصيب شيخنا الحبيب. حلق طائر السعد وبدأت الرحلة الميمونة من خميس البحر وقنا، هناك حيث ضمن الحب بإخوة لنا. ثم حلق طائر السعد بكل فخر وبهو، فمر على إخوة وأحبة لنا في الحقو، هناك حيث التراث الجميل والهواء العليل. التقى الطائران ومعا حلقا قاصدين ليلة شيخنا الحبيب. وفي طريقهما رأيا قلبا ينبض وشهامة، إنهم إخوتنا وأحبتنا في السلامة. نزل طائر السعد ليضم الجناح إلى الجناح بكل سعادة وارتياح. حلق الأحبة قاصدين حفل الشيخ محمد، وعندما كان تحليقهم في السماء رأوا نوراً ساطع،
وقمرا لامع، عمت رائحة العود السماء، وازدان الهواء وعذب الماء، إنها سماء الأصالة صبياء. صبياء، صبياء العراقة والفضل، صبياء الكاذي والفل، هناك القلب والجذر الأصيل، هناك التاريخ الجميل. تعانقت طيور السعد وواصلت رحلتها المباركة، وازدانت بالاجتماع المشاركة، حلق الأحبة مواصلين رحلتهم إلى الشيخ محمد، وفجأة استوقفهم جمال باهر وحب غامر وأصل طاهر، إنهم الإخوة والأحبة في الباحر. تعانق الأحباب مواصلين رحلتهم السعيدة المباركة، ومن الباحر الآسر كانت الوجهة إلى ظبية البان وأنشودة الزمان، الظبية التي تحتضنك بحنان وتقدم لك من الحب والود كل الألوان، بعلمائها الفضلاء ومشائخها النبلاء. واصل الجميع المشوار وتعالت الأنوار، وكانت الوجهة إلى منظر أجمل من الورود والأزهار، إلى العراقة ورقة الريش، إنهم الأحبة في أبي عريش. حلق الركب الميمون واقترب الجميع، وقبل الوصول كان المرور على الأخ والسند، إنه الخواجي الحبيب على أرض ضمد. وصل الركب المبارك التحليق، وفي خميعة الخضراء كان التشويق والمنظر الأنيق، خضرة تحيط بك من كل مكان، وحفاوة تذكرك بأجمل زمان. وهنا في شقير الخضرة والطبيعة والجمال، هنا في قصر الخواجي، كان موعد اللقاء، وكان يوم الاحتفاء، وعم الحب والنقاء، وكانت اللحمة والإخاء والصفاء. هنا قبيلتنا تقدم أجمل صورة للتلاحم والتراحم، فالحمد لله الذي جمعنا على خير. شيخنا الحبيب محمد بن أحمد بن حسين الخواجي، لقد اخترناك ورشحناك، لأننا عرفناك محبا للخير وعمل الخير والوقوف مع الجميع، عرفناك متعاونا مع أهلك وعشيرتك، عرفناك صالحا مصلحا، تقرب ولا تباعد، تجمع ولا تشتت. عرفناك من خلال جهودك المباركة في خدمة المركز، عرفناك بحبك الكبير لوطنك الكبير، وحرصك الدائم على جمع الشباب على المواطنة الصالحة والبعد عن كل فكر ضال. عرفناك بحرصك على ظهور الشباب بكل مظهر مشرف والبعد عن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم. شيخنا الحبيب، عرفناك تربوياً لامعاً، عرفتك السهول والجبال، فكم سعيت لتحقيق الآمال. وما حضور الدكتور عسيري في مناسبتك إلا خير دليل على ما بذلته من جهد في التعليم في النهار وفي الإصلاحية في المساء، فجزاك الله خير الجزاء. شيخنا الحبيب، نسأل الله أن يعينك على خدمة وطنك ومركزك وقبيلتك. نشكر أمارة منطقة جازان على ثقتها بالشيخ محمد وتنصيبه عريفة لقبيلتنا العريقة. نشكر سعادة رئيس المركز الأستاذ علي بن عبد الجبيلي رئيس مركز الشقيري على جهوده المباركة في خدمة المركز وتشجيع كل أبنائه فجزاه الله عنا خير الجزاء. نشكر كل من تجشم المصاعب وحضر وكان حضوره لنا كالمطر. نشكر ضيوفنا ضيفاً، نشكر ضيوفنا اسماً، حضوركم لنا شرف، وأي شرف.
إن ضاق بكم المكان، إن ضاق بكم المكان فقلوبنا وعيوننا لكم مكان، وإن حدث منا تقصير فحضوركم هو اليوم المطير. لا نستطيع أن نجازيكم على حضوركم إلا بالدعاء. حفظكم ورعاكم رب الأرض والسماء والصباح والمساء والماء والهواء. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا المباركة، وأن يديم عليها أمنها واستقرارها، وأن يجنبها كل سوء وشر، وأن ينصرها نصرا مؤزرا على كل من عاداها. وفي الختام سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن عرض مرئي عن المحتفى به بإشراف الأستاذ علي بن إبراهيم خواجي. يعد مركز الشقيري من أقدم المراكز الإدارية على مستوى منطقة جازان، فقد تأسس المركز والذي كان يسمى إمارة عام 1370 هجرية، ويتبع له أكثر من 40 قرية وهجرة. وتعد قبيلة الخواجية من أكثر القبائل التي تسكن في بلدة الشقيري منذ القرن التاسع الهجري. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم محمد أحمد حسين خواجي، من مواليد مركز الشقيري عام 1389. درست المرحلة الابتدائية في مركز الشقيري وكذلك المرحلة المتوسطة، ثم التحقت بالمعهد إعداد المعلمين بصبيا، وتخرجت منه عام 1408. ثم عينت معلما في فيفا بنيد آبار عام 1408-1409، وجلست لمدة 3 سنوات في فيفا. في عام 1412 انتقلت إلى محافظة العيدابي، ثم التحقت بعدها بدورة المدراء والوكلاء بكلية إعداد المعلمين بأبي عريش، وعينت وكيلا بمدرسة العيدابي، والآن أعمل قائدا لمدرسة الإمام البخاري الابتدائية والفكرية، وأعمل كذلك قائدا لمدرسة أبي عبيدة الإصلاحية بسجن الشقيري. اتسم الشيخ محمد بن أحمد خواجي بقوة الشخصية، والتي ورثها من والده أحمد بن حسين خواجي رحمه الله، والذي لقب مصلح لما عرف عنه من صلاح وحب للخير. ويتمتع الشيخ محمد بن أحمد خواجي بصفات القيادة منذ صغره، فهو ناصر المظلومين من أبناء القبيلة والمدافع عن حقوقهم، وامتد هذا بين أصدقائه وزملائه في العمل. كان مثالا لصاحب الهم والمسؤولية الوطنية، حيث كان مثالا للإيجابية والفاعلية طيلة عمله حتى الآن. كما أنني عرفته حقيقة رجلا وطنيا داعما لكل البرامج التي كنا ننفذها في سجون ومدارس الإصلاحيات بصفة عامة، وفي مركز الشقيري بصفة خاصة. مما يميزه روح التسامح التي يحظى بها، ونبل الأخلاق التي يتفرد بها، أيضا تفانيه في خدمة الآخرين والسعي في احتياجاتهم ومساندتهم ودعمهم. ونظرا لما يتمتع به من صفات قيادية، فقد رأت إدارة التربية والتعليم إسناد وكالة مدرسة العيداب الابتدائية له منذ أكثر من عقد ونصف، والآن يعمل قائدا لمدرسة الإمام البخاري بمكتب التعليم بمحافظة العيداب. ويعتبر الشيخ محمد بن أحمد خواجي سباقا ومبادرا في الأعمال الخيرية والمبادرات الاجتماعية، ليس على مستوى القبيلة فحسب، بل نجد له العديد من الأنشطة على مستوى مركز الشقيري بل ومحافظة العيداب. هذه الشخصية الفذة حقيقة، مهما تحدثت عن مكارمه وعن منجزاته وعن مبادرته الاجتماعية فلنوفيه حقه.
وأنا أجد المبادرين الخيرين كثر، وفي مقدمتهم الأستاذ محمد أحمد الخواجي. فالعديد حقيقة من المبادرات الإنسانية كان له بصمة ولمسة في تقديمها في مساعدة الآخرين، مساعدة المحتاجين. فعلى سبيل المثال في بعض المرات نتحدث عن حاجة بعض الأسر لبعض المساعدات أو تحسين ظروفهم الاجتماعية والأسرية أو بناء بعض المستلزمات والمرافق في منازلهم، وتحدثوا بحضور أبا أحمد، وتفاجأ بعد فترة وجيزة حقيقة أن هذه المتطلبات الأسرية والاجتماعية واحتياجات التي تحدثنا عنها لبعض الأسر في بعض القرى الشقيري قد تم تأمينها وإقامتها من قبل أصحاب الخير حقيقة. وحينما تقص الأمر أجد أنه الشيخ محمد أحمد الخواجي هو من قام بهذا الجهد حقيقة من جيبه الخاص لوجه الله سبحانه وتعالى، وبعيدا عن الرياء أو إبلاغ أحد بهذه المبادرة. الشيخ محمد خواجي عرفته رجلا نشيط حريص على حضور جميع اللقاءات الأسرية لقبيلة الخواجية، متفاعلا في بذل المعروف، باذلا نفسه ووقته لخدمة مجتمعه وأهله وأسرته. رجل يحب البذل كثيرا ويحب المشاركات المجتمعية، فهو حريص على نفع الناس وطاعة ولي الأمر في كثير من المناشط المختلفة التي تصب في مصلحة أهله ومجتمعه ودولته. في 18 من شهر 9 1437 هجرية صدر قرار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بتعيين الشيخ محمد بن أحمد حسين خواجي عريفة على قبيلة الخواجية بمركز الشقيري وتوابعها، وذلك بعد اجتماع أفراد القبيلة عليه واختيارهم له. أشعر بالفخر والاعتزاز أن أتحدث عن والدي الشيخ محمد بن أحمد خواجي الذي كان لنا أبا مثاليا، وكان يحرص دائما على غرس حب الخير ومساعدة الناس، الذي كان دائما يساعدنا ويحثنا على مساعدة الغير. الشيخ محمد بن أحمد حسين خواجي من الأشخاص الذين يتصفون بصفات القيادة منذ صغري حقيقة. يمكن أعرفه معرفة تامة بحكم القرابة وبحكم معرفتنا وعلاقتنا الشخصية، فقد كان ملاذا آمنا لكل أبناء القبيلة عندما يشعر إنسان بأنه بحاجة إلى شخص يريد الحديث معه. محمد من الصفات من الأشخاص القياديين من أبناء القبيلة، فهو مبادر ومؤسس للصندوق التعاوني لأفراد قبيلة الخواجية بمركز الشقيري وتوابعها. كذلك الشيخ محمد من المبادرين لتأسيس اللقاء السنوي لأفراد قبيلة الخواجية على مستوى المنطقة الجنوبية، حيث عقدت أكثر من 13 لقاء على مستوى المنطقة الجنوبية، وكان الشيخ محمد ابن أحمد خواجي هو المبادر والمؤسس لمثل هذا اللقاء ولمثل هذه الأعمال الخيرية الكثيرة التي نفذت سواء على مستوى القبيلة أو على مستوى المركز الشقيري. من واجبات شيخ القبيلة وحريفة القبيلة أولا فيما يخص قبيلته في إصلاح ذات البين وتقريب وجهات النظر، ثم القيام عنهم في عدة مناسبات في الدوائر الحكومية، المراجعة في الدوائر الحكومية، كذلك مساندة الدولة في كل ما يخص أمن المواطن. فنحن رهن الإشارة سواء القبيلة أو الشيخ والكل، فنحن في هذا البلد بحمد الله بلد الأمن والإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذا الأمن، وندعو الله أن يطيل في عمر خادم الحرمين ويوفقه إلى ما يحب ويرضى.
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر جنودنا المرابطين على الحدود. الشيخة لها أفعال ومحمد أهل لها. إن من الشعر لحكمة، فالشعر ديوان العرب ومعدن حكمتها وكنز أدبها. الآن مع قصيدة شعرية للشاعر علي طاهري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وصلى الله وسلم على رسول الله. لو استطعت أن لا أتكلم إلا وأنا حامل لهذه الوجوه على رأسي لفعلت. أضاء وجه الشقيري، أضاء وجه الشقير فرحة ونقى، وموسم الخير في ميعاده صدقا، فصارت الأرض درا ناصعا، وهمت تلك السحائب من أفراحنا ألقا. وكيف لا تفرح الدنيا وساكنها، وفي الشقيري جمع باهر ولقى. قبيلة المجد قامت مثل عادتها فينا، لتصنع للتاريخ منطلقا. آل الخواجي من تاريخهم سطعت هذه النجوم تنير الدرب والشفقا. كانوا جبالا أمام العاصفات هنا، وأغلب الناس كانوا القش والورقا. قاموا لتنصيب شيخ الشمل، قاموا لتنصيب شيخ ها هنا اجتمعوا على إخاء وحب صادق وتقى، ونصبوا أصيدا منهم لشيختهم، وجمعهم فيه بالإجماع قد وثقا. يا حبذا الاختيار الصائب انبثقت به الأماني، وفجر العزة انبثقا. محمد أنت صرح شامخ وفتى للجود والمجد والإقدام قد عشقا. منذ الطفولة لا ترب يقاومه، وويح عبد إلى إيذائه طفقا. يسوق أقرانه بالسوط إن مردوا، ولا تراه يخاف البخس والرهقا. إن قامت الدنيا ممجدة، وينصت الصحب إجلالا إذا نطقا. على محياه فجر البشر منتشر عن النفوس، يزيح الهم والأرق. وكم أرى حاتما ينوي اللحاق به، وكم أرى حاتما ينوي اللحاق به، فعاد حاتم محزونا وما لحقا. شهم أشم كريم لين مرح، تراه وجها بشوشا باسما طلقا. كالبحر في كرم
كالدر في ألق، كالفل في محفل، مثل الشجا عبقا، تربع القمة الشماء في خلق، فزاده الله بين العالمين نقا. إذا سألتم وقلتم أين مسكنه، فإنه اليوم در يحضن العنق. يا شيخ عذرا قوى في الشعر عاجزة من أن تفيك، وإن زخرفتها نسق، حسبي سنا منك يغتال الدجى، وأرى جمال روحك حولي ينشر الفلق. ما جئت في هذه الليلة، ما جئت في هذه الأثناء أمدحكم كلا، ولا قلت بهتانا ولا ملقا، وما ركبت سفين الحب منبثقا نقدا، وما ركبت سفين الحب مبتغيا نقدا، ولا عسجدا منكم ولا ورقا. ففي عروقي هنا أرض ومملكة، بها أغني مدى الأزمان مؤتلقا. الكون ينساب في قلبي ويسألني هل الفؤاد بغير الأرض قد خفقا؟ فقلت حاشا معاذ الله يا وطني، حب سواك بهذا القلب قد علقا. نعم سنفديك يا أرض الإبا أمم، نعم ستفديك يا أرض الإبا أمم، وحول روحك نغدو للفدا حلقا. والنصر يرسم للدنيا ملامحنا كما يشاء، وعنا يخبر الأفق، ويخبر الأخضر الخفاق عالمنا أن السعودية إن خاض الوغى صدقا. لنا لك الخلود، لك التمكين، مملكتي حبا لها نرخص الأموال والعنق. فبلغ المعتدي أن الرجال هنا نار على المعتدي، نور لمن صدق. ماذا أراد البيت؟ وعجبا للبيت رب أذل المعتدي مزقا، ودونه فتية جند قطارفة سم، ولكنهم للمعتدين سقا. فعشقهم للمنايا شيمة نبتت فيهم، وعزمهم قد جاوز الأفق. قوم تخوض غمار الحرب باسمة، وغيرهم يرتدي ثوب الهوان وقا. فرسان سلمان جن في الحروب إذا دارت رحى الحرب، واسأل من بهم وثقا. فلا جحافل عفاش سترهبهم، أو جند إيران تذكي فيهم القلق. شعارهم عزة نحيا بها أبدا، أو أن نموت كراما والجنان لقا. السلام عليكم ورحمة الله. الآن مع كلمة قبيلة الخواجة بالمملكة يلقيها نيابة عنهم الشيخ طلال بن محمد خواجي شيخ الخواجة بالنعامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله، لا فض فوك أيها الشاعر الحصيف. ما شاء الله أطربتنا وأشعلت جذوة الحماسة فينا جميعا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة
رئيس مركز الشقيري الأستاذ علي الجبيلي، فضيلة الشيخ أحمد بشير معافى، أصحاب السعادة، أصحاب الفضيلة، أسعد الله مساءكم بالخير واليمن والبركات. ذكرني بأبيات للشيخ إبراهيم تقول: إنا قبائل كالأرماح نجتمع، فلا يشد لنا سهما فينكسر، في كل قلب امرئ منا أسود شرى، رهن الإشارة أبا فهد فنشتعل. يزدان بكم هذا المساء وبحضوركم يتجلى معنى الوفاء في ليلة الوفاء أيها الأحبة الكرام. شكرا لمن حضر حفلنا هذا وتجشم الصعاب وأعطانا من وقته الثمين في ليلة إجازته. شكرا لكم أيها الأحبة في الشقيري على هذه الأمسية الرائعة. نفتخر بكم أيها الأحبة على هذا التنظيم الحصيف الجميل. ضيوفنا الكرام، شكرا على تلبية دعوتنا من الأعماق في ليلة عنوانها العرفان وتاجها الشكر للرحمن، ثم لكم أيها الكرام ليلة نحتفي فيها بالشيخ محمد بن أحمد بن حسين خواجي، عريفة لخواجية الشقيري. هذا الرجل عرفته محبا للخير، باذلا للمعروف، صادقا متواضعا لا يطلب شهرة. وأعرف مخاض ترشيحه لهذا المنصب، فقد كنت مع الأستاذ علي إبراهيم خواجي في محاولات عدة لقبوله بهذا المنصب، فشكرا له على قبوله بخدمة إخوته. فالشيخة ليست تاج يرصع على جبين من يتولاها، ولا قلادة في رقبته، ولكنها مسؤولية في عنقه، ومشقة وعناء عزاء الإنسان فيها أن فيها إصلاح ذات بين واحتساب أجر وخدمة لأهل، وهذا من أكبر ما يعزي الشيخ عن وقته وجهده وما يلقاه من عناء، سواء في إصلاح ذات البين أو في القيام عن جماعته في محفل من المحافل. كتبت في هذه الورقة كلام كثير، لكنني رأيت ألا ألتزم بهذا الكلام وأجعلها تخرج من القلب إلى القلب. ولو أنني أوتيت كل بلاغة وأفنيت بحر النطق في النظم والنثر، لما كنت بعد القول إلا مقصرا ومعترفا بالعجز عن واجب الشكر. أكرر شكري لكم أيها الأحبة على مشاركتنا هذه الليلة، وأسأل الله عز وجل للشيخ محمد العون والتوفيق والسداد، وأقول له: كلنا معك، وكل قبيلة الخواجية رجل واحد، وكلنا سند لبعضنا البعض، بل كلنا في هذه المملكة أعزها الله سند لبعضنا البعض وعون لبعضنا البعض. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا أمننا وأماننا، وأن ينصر جنودنا المرابطين على ثغور هذا البلد، وأن يخذل عدوه ويحفظ ولاة أمره. شكرا لكم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول الشاعر: والمرء بالأخلاق يسمو ذكره، وبها يفضل في الورى ويوقر. ويقول الشاعر: فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. والناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق. تعجز الحروف أن تكتب ما تحمله قلوبنا من تقدير واحترام، وأن تصف ما اختلج بملء أفئدتنا من ثناء وإعجاب. فندعكم الآن مع كلمة المحتفى به الشيخ محمد بن أحمد حسين خواجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أرحب بالضيوف الكرام، وعلى رأسهم سعادة رئيس مركز الشقيري، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، قبيلة الخواجية الكرام، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم جميعا ضيوفا أعزاء على قبيلة الخواجية بمركز الشقيري، فأهلا ومرحبا بكم جميعا. ونسأل الله أن يوفقنا لما حملنا له من أمانة، وأن يجعلنا من المصلحين، وأن يوفقنا لخدمة ديننا ثم وطننا وولاة أمرنا، وأن نسعى لما فيه رفعة لهذا الوطن، وأن نكون عند حسن الظن بنا. أشكر الجميع بهذه المناسبة، فكل واحد منكم حضر والله له واجب، ووددت لو قبلت كل منكم على رأسه صغيرا وكبيرا. أسأل الله أن يجمعنا دائما على الخير، وأسأل الله أن يوفقنا لما حملنا. والله لست بالأحسن منهم ولا بالأعلم منهم ولا بالأفضل منهم، ولكن حملوني أمانة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا على أدائها، فأقول لهم: إن رأيتموني على خير فأعينوني، وإن رأيتموني على غير ذلك فسددوا. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا ممن يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. لأفراد قبيلة الخواجية الشكر القدير، للضيوف الكرام الشكر القدير لكم. في الختام نجدد الولاء لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولولي العهد الأمير محمد بن نايف، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر جنودنا وأن يعم بلادنا بالأمن وجميع بلاد المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بيان بالهدايا المقدمة للشيخ محمد بن أحمد خواجي. هدية مقدمة من قبيلة الخواجية بمركز الشقيري، بشت ملكي فاخر، طابعة، لابتوب، ساعة يد، تذكرة سفر وإقامة بمكة، عود فاخر، مجموعة عطور، مسبحة عقيق، طقم قلم وكبك. الشيخ طلال بن محمد خواجي شنطة عطور. الأستاذ محمد بن إبراهيم مجلي بشت ملكي وسيف. لجنة التنمية بالشقيري درع. ثانوية الشقيري درع. الأستاذ غالب أبو طالب شنطة عطور. مدرسة الإمام أحمد بن حنبل مجموعة عطور. إبراهيم بن محمد أحمد خواجي جهاز آيفون 7. خواجية صبية الشيخ عبد العزيز ناصر خواجي درع. حسن إبراهيم حزيمي سيف. الشيخ جبران عياشي شيخ عياش بمحافظة أبو عريش هدية خاصة. علي بن أحمد خواجي درع. أبناء علي محمد مغلس النعمان بشت فاخر وسيف وعود فاخر ومجموعة عطور فاخرة. الشيخ هادم شعوي الغزواني سيف وبشت. الشيخ علي حسين بكار بشت. الشيخ علي محمد بكار وإخوانه سيف. مدرسة الإمام البخاري بشت وسيف ودرع. يحيى بن أحمد حسين خواجي قطعة أرض. إبراهيم بن أحمد حسين خواجي قطعة أرض. محمد جباري هدية خاصة. قبيلة الخواجية درع. عائلة المحتفى به حفر بئر عنه وعن والديه وشنطة عطور من عبد الصمد القرشي. حارة الأمل درع. الشيخ محمود الأقصم سيف. عائلة الشيخ يحيى جريبي درع. الأستاذ محمد عبد شبيلي سيف. الأستاذ علي حريص الشامي شنطة عطور. الشيخ علي أحمد أبو طالب درع. فريق بصمة درع. الشيخ حسن شويعي تذكرة عمرة. رئيس مركز الشقيري الأستاذ علي الجبيلي شنطة عطور. إبراهيم النعمي رئيس لجنة التنمية بضمد هدية خاصة. مركز شرطة الشقيري مجموعة عطور. هدية مقدمة من الشيخ محمد محزوم وأولاده درع. الشيخ علي أحمد حدادي درع. الأستاذ جبريل حكمي عطور. الأستاذ حسين فواز شولان درع. الأستاذ ماطر حمود حجاجي هدية خاصة. الشيخ حسن مفرح غزواني مجموعة عطور. الأستاذ جلال صلهبي عطور وساعة. مكتب التعليم بالعيدابي شنطة عطور فاخرة. الأستاذ أحمد علي معافى طقم عطور. مدرسة الإمام البخاري هدية خاصة. عبد الله حسن الحازمي مجموعة عطور. موسى شمسي الأستاذ موسى شمسي مجموعة عطور. الأستاذ إيهاب زعقان سيف. الأستاذ خالد عثاثي والأستاذ حافظ جعفري والأستاذ خالد منديل مجموعة عطور وسيف. الشيخ علي خواجي درع. الشيخ علي أحمد عريشي مجموعة ورود وهدية. الأستاذ هاشم حسين خواجي هدية. إبراهيم محمد يحيى جباري ساعة. الشيخ يحيى بن جابر وأولاده مجموعة عطور. معبر شويعي مجموعة عطور. عيسى مهدي شافعي والأستاذ جمال خواجي مجموعة عطور. والأستاذ محمد ضيف الله جعفري والأستاذ إبراهيم حكمي. محمد طاهر خواجي وأيمن طاهر خواجي سيف. يتقدم رئيس مركز الشقيري الأستاذ علي بن عبد الجبيلي بتكريم الشيخ محمد بن أحمد حسين خواجي. يقدم هدية قبيلة الخواجي نيابة عنهم الشيخ أحمد بن علي حسن خواجي والشيخ حسين بن يحيى خواجي. يتفضل الشيخ أحمد بشير معافى وأيضا الشيخ جبران عياشي.
الطالب عبد الله بن جابر حسن غزواني يقدم هدية أحد طلاب مدرسة الإمام البخاري. أيضاً هدية مقدمة من محافظ محافظة ضمد تذكرة السفر عمرة إلى مكة المكرمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله فوق الرأس والعين، يا مرحبا، وتفضلوا جميعا على العشاء. يا مرحبا ألوف، حياكم الله. بالنسبة للضيوف الصالة من هنا، الله يجزاكم خير، والباقي من هنا. الضيوف هنا يمين إن شاء الله. العشاء في حوش الرجال. العشاء في حوش الرجال.